السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة عالم آية، فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم البنات غنشارك معكم هذه البسبوسة بالكريمة، كتجي رائعة رائعة البنات. نقدروا نديروها تحلية من تحليات رمضان، كتجي زوينة زوينة البنات بزاف بالنسمة ديال الزهر. جربوها البنات وما تندموش عليها، غادي تعجبكم بزاف. خليكم مع الفيديو حتى الاخير. هنا غادي نحتاج 4 ديال البيضات، كاس لاروب ديال السكر، عندي خنيشه ديال الزهر، رشه ديال الملح. غادي نخلط هذا الشيء البنات كامل مع الضراب. تقدروا ديروا الضراب اليدوي، انا استعنت غير بهذا الضراب عادي. غادي نزيد واحد دانون مسوس او ياغورت طبيعي. غادي نزيد هنايا كاضافه اختياريه معلقه كبيره ديال الفرomاج يكون كريمي. الا عندكم البنات وهذاك ما عندكمش ماشي مشكل. هنايا غادي ندير كاس لاروب ديال الزيت وغادي نخلط مزيان. هنايا غادي ندير 2 كيسان ديال السميده متوسطه وكاس ديال الكوك. هذا هو القياس البنات اللي درت. هنايا غادي نخلط عادي. غادي يجيكم الخليط شويه سائل، ولكن ما حدو كيبقى وكيجمع راسو. بما تصاوبي المول وراه غيكون هو هذاك. اخر اضافه غادي نزيد معلقه ديال خميره الحلويات. هنايا ديالت 15 غرام، غادي ندير غير النص ديالها. المهم غديروا 7 غرام، هذا هو المجموع. صافي هنايا غادي نوجد المول ديالي. هنايا درت المول العجيبه البنات، كتجي زوينه بهذا المول هذا. الا عندكم راه مزيان. غادي ندهنو بشويه ديال الزبده، وغادي ندير عليه شويه ديال الكوك. انا درت الكوك البنات باش تجي في المنظر زوينه، ما بغيتوش ديروا غير السميده، راه بحال بحال. مباشره الفران عادي 170 حتى 180 مده نصف ساعه. هنايا في هذا الوقت البنات غادي نوجد واحد السيرو. عندي كاس ديال الماء، كاس ديال السكر، غادي نديهم فوق البوطه حتى تيطبخوا. مهم تقريبا غادي ندير واحد 4 ساعات ديال البوطه. هنا البنات الا عندكم شرائح ديال الليمون الحامض ديروه. انا ما كانش عندي، درت غير هنايا كان عندي السيترون كونجلي، العصير ديالو درت غير شويه استعنت به. صافي في اخر حاجه ملي دازت ربع ساعه من بعد الغليان غادي نطفي عليها، وغادي نزيد عليها داك واحد شويه ديال خنيشه ديال الزهر، غير النص ديالها البنات، والنص اللي بقى غادي نديروه في الكريمه. هنايا من بعد ما بردت ليا البسبوسه ديالي تجي على هذا الشكل هذا، كنخليها شويه تبرد. وهنايا عندي السيرو البنات راه سخون. المهم الا كان العكس، الا كانت البسبوسه سخونه ديروا عليها السيرو بارد، والا كانت بارده العكس. هنايا كنسقيها مزيان، كنخليها على جنب. غادي ندوز نحضر واحد الكريمه البنات راه ساهله واقتصاديه. عندي 4 ديال الحليب، عندي معلقه كبيره ديال المايزينا، 2 معلقات كبار ديال الجبن كريمي، واللي بقى ليا من خنيشه ديال الزهر. هنا غادي نخلط هذيك المايزينا البنات مع الحليب، غادي نردهم فوق البوطه حتى يجمعوا. وغادي نزيد عليهم هذاك الزهر اللي بقى ليا، و2 معلقات كبار ديال الجبن كريمي. هنا البنات القياس راه غادي نخلي لكم في صندوق الوصف المقادير كامله. بالنسبه للجبن هنايا درت فيه 100 غرام، يعني 2 معلقات كبار ديال الكريمه، عفوا ديال الفرماج. هنا غادي نخلط مزيان حتى تيعطيني سائل يكون هكا ليس، يكون رطب. وغادي نخويه مباشره فوق هذاك الوسط ديال البسبوسه ديالي. غادي نخليه شويه تيبرد البنات. ملي غادي تحسوا بها جمعت راسها هذيك الكريمه، هنايا غادي ندوز للتزيين. درت هاد الطريقه هذه باش ندير الشكل ديال الهلال بالمناسبه ديال شهر رمضان. غادي ندير هنايا البودره ديال البيستاش. تقدروا ديروا اي حاجه البنات، كما كنقول لكم دائما التزيين تيبقى لكم اختيار. هنايا البنات جاني الهلال ماشي هو هذاك. غادي ندير واحد الطبسيل صغيور باش يتقادوا ليا دوك الجناب، باش يجيني الشكل ديال الهلال مزيان. صافي البنات هنايا كنزين كما كتشوفوا. من بعد غادي نزينها بالورد. المهم تزيين البنات كما تنقول لكم دائما، تزيين تيبقى لكم الاختيار، تزينوا بالشكل اللي بغيتو. هاي كنتشاركوا الافكار وصافي.
ما تصوروش البنات كي تجي زوينه زوينه، تجي زوينه زوينه بزاف، غير جربوها ما تندموش عليها. بداك المذاق ديال الزهر كتجي زوينه بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديالها البنات، كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نقسم معكم واحد القطعه، كتجي هشيشه البنات، غير جربوها والله ما تندموا عليها، غادي تعجبكم بزاف وتفكروني اش قال هذاك. المهم هذا هو الشكل النهائي البنات كما كتشوفوا. كتجي مبسبسه وناشفه. صراحه جربتها وعاودت وما سخيتش بها صراحه. زوينه بزاف مع هذيك الكريمه راه ما فيهاش السكر البنات، باش يكون واحد التوازن بين الحلاوه. ما تنسوش اللايك اللي عجبكم الفيديو. نتلاقى فيديو جديد ان شاء الله.